رئيس الشكر موصول ايضا للسيد مفتي السلطه المحليه السيد القائد المحترم، الساده الاعضاء، الساده ممثلي المنابر الاعلاميه المحليه والوطنيه كذلك. قول اللي عندك اللي دار ولا هادشي اللي كاين الحمد لله في هذا المجلس ما كاين حتى شي حاجه كضر، كل شيء باين الحمد لله. فبدوري كذلك تنوجه التهنئه لصاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله بمناسبه فوز المنتخب الوطني للشبان بكاس العالم، وهذه مفخره للبلاد، مفخره للشباب. فبالنسبه مادام اننا فتحنا القوس بالنسبه للنادي الرياضي اتحاد شادو اعانه ديال جمعيه الرياضيين، نفتحوا واحد القوس نعطي واحد الاحاطه تقنيه وماليه للفريق. فبالنسبه للفريق في ديال 3 سنوات ولا 4 سنوات اللي عبدو ربي ترأس فيها الفريق، فتلقينا منحه وحده اللي هي 40,000 درهم، وهذا ماشي مشكل ديال المجلس، هذا كاينه شي مشاكل تقنيه. العام اللي فات في 2024 في هذا المجلس الموقر كلكم كاعضاء مشكورين صادقتوا له واحد اتفاقيه شراكه فيها 60,000 درهم بالنسبه للنادي الرياضي اتحاد شاده، وهذيك 60,000 درهم ما جاتش عبثا ان المجلس طلع المنحه من 40,000 درهم السنه اللي كانت قبل 60,000 درهم، جات بناء على واحد النتائج حققها الفريق اللي كان بمنحه ديال 40,000 درهم، كان قاب قوسين انه يطلع للقسم الجهوي. فالمجلس السيد الرئيس والساده الاعضاء قرروا انهم يرفعوا المنحه للفريق تحفيزا له. اتفاقيه الشراكه لم يتم التاشير عليها، وغادي نرجع لواحد المغالطات كانت خرجات للشارع الشهداوي والشارع المحلي، ان الفريق تعطاتو 60,000 درهم وفي اطار الدوره الاستثنائيه اللي تجرى في شهر 7 انه تزادتو 49,000 درهم. هذا خطا كبير ومغالطه للراي المحلي والشارع الرياضي في جماعه شهده. هذيك 60,000 درهم ما توقعاتش، فاذا بالمجلس خدا على العاتق ديالو انه يصرف جزء من المنحه، دار دوره استثنائيه ودار من ديك 60,000 درهم ديك 6 مليون تزاد 49,000 درهم باش ان تعطى الفريق باش ما تكونش اتفاقيه شراكه، باش ما توقفش المنحه. لحد الان ديك 49,000 درهم باقي الفريق ما توصلش بها، باقي يعني 0 درهم. حنا على العاتق ديالنا ديون، كل شيء الناس اللي في الاطقم التقنيه ولا المكتب ولا السيد الرئيس كل شيء تعاوننا باش اننا نتجاوزوا ديك المحنه واننا نخلوا الفريق ما يتوقفش. حنا كاين بعض الماتشات غير الموسم الماضي كاين الماتشات تقاموا ب 7,000 درهم. على 7,000 درهم كتكون لاعب مع فرقه كلاسيه هي الاولى ولا هي الثانيه، لاعب معاه خاصك تحفز الوليدات تعطيهم فلوس باش يلعبوا. الوليد ملي كتحفزوا الفلوس الماتش الاخر كيجيك ماشي غادي تلعبوا انت ماتش تجيبوا تلعبوا ماتش وما تعطيش على الاقل فلوس الغدا، ما تغدي، فلوس الحمام، فلوس كذا، فلوس. كاين الوليدات تيقراو كيبغي كيفرح بديك 200 درهم 250 درهم 150 درهم 100، كيمشي تا هو كيشد قهوه كيريح يعني كيما تنقولوا كيسولاجي داك الاسبوع ديالو. فهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. ربما انا ما تنبغيش نخلي شي حاجه في الذات ديالي، وتنقول واحد القضيه امام المنابر الاعلاميه وامام المجلس الموقر ديالكم بان الفضاء الجمعوي ديال جماعه شاده مفتوح للجميع، ما تنحتكروا حتى شي حاجه. اي واحد جا بيخدم فاحنا على الراس والعين، بالعكس غادي يخفف علينا غير العبء واحد شويه، نتعاونوا كاملين. ما نسدوش الباب ديال السيد الرئيس مفتوح، مدير المصالح، الساده الاعضاء، الموظفين، الباب مفتوح لكل شيء. اللي جا بيخدم مرحبا به. وحنا كما تنقول ديما جنود مجندين وراء صاحب جلاله الملك محمد السادس نصر الله، والله شافي لنا من هذا المنبر. التوجيهات والخطابات الساميه ديالو بغينا ديما تكون على ارض الواقع. نشر السياسات العموميه اللي كيقوم بها المجلس فهي مسؤوليه ديال الجميع، مسؤوليه ديال الاعضاء، مسؤوليه ديال السيد الرئيس، مسؤوليه ديال الموظفين، مسؤوليه ديالنا حنا كفاعلين جمعويين اننا نخرجوا للمواطنين شنو الجماعه تدير. انا نعطيكم انا واحد المثال باش ما نطولش عليكم. ربما واحد النهار جيتنا عجبني داك الديكور ديال الجماعه ديال النباتات وداك الشيء، صورته لحتو كيتصل بي واحد السيد من تطوان، كيتواصل بي كيقول لي يا سي خالد انتم راه خاصكم ثانويه وخاصكم اعداديه وخاصكم سبيطار. ربما هذا الانسان ما عارفش، وصلت لي المعلومه قلت لي عندنا سبيطار وعندنا اعداديه وهذا العام فتحت فيها ثانويه. يعني هذا الدور كيجينا ديال الدور ديالنا كمنتخبين كفاعلين جمعويين نشروا السياسه العموميه شنو كيدير المكتب. الا بقينا من غالطين نفوسنا بحال هكا ونخرجوا ما نقولوش للناس شنو المجلس دار والميزانيه وكيفاش صرحتها وكيفاش، وربما كنقولها وكنتحمل المسؤوليه ديال الجماعه الوحيده في الاقليم اللي كتنشر المشروع ديال الميزانيه السنويه في وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الاعلاميه باش الناس تعرف الفلوس فين كتمشي. ما يمكنش الميزانيه ملي تنقول انا ميزانيه عندنا 500 مليون 400 مليون ولا 300 مليون كيسحبوا الناس كامله شادها الرئيس ديالها في واحد الخنشه شاد عليها وغيبدا يصير لا راه فيها مستحقات ديال الموظفين، مستحقات ديال الضوء ديال الماء، بزاف ديال الامور. والجماعه ديال شاده ربما توفرت لها غير واحد جزء من الامكانيات، لا من طرف المجالس الجهويه لا من طرف المجالس الاقليميه، فانها غادي تزيد لقدام. واللي بغيت نبشر به الساكنه والوليدات ان شاء الله احنا في واحد المجال رياضي بان الجامعه مقبله ان شاء الله يكون فيها واحد الملعب ديال القرب صغير
اللي نتمنوا غيكون هو المحتضن ديال الوليدات، ويكون واحد لاباز واحد المقر ديال اتحاد الشهداء باش نفرخوا ان شاء الله شي وليدات. ربما كاينين طاقات شابه هنا في المنطقه، خاص غير اللي يدعمها اللي يعاونها باش تزيد الجماعه ان شاء الله قدام. وحنا راه الاشاره اي واحد بيسولنا بيحاسبنا ما عندناش مشكل، فاحنا راه الاشاره والباب ديالنا مفتوح للجميع. وكنشكركم على سعه الصدر ديالكم، نتمنى الله ما نكونش ثقيل عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.